أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أصل الأشياء. اليوم رح نتحدث عن حزام الأمان أو حزام السلامة. هو جهاز سلامة موجود بالمركبات أو مصمم لحماية الراكب من الأذى وقت التصادم أو التوقف المفاجئ. طبعا أحزمة الأمان تهدف إلى تقليل الإصابات من خلال منع مرتدي من الاصطدام بالأجزاء القاسية من المركبة، ويمنع الراكب من أنه يقذف خارج المركبة. أول سيارة أدخل بها حزام الأمان هي سيارات فولفو السويدية، وهي شركة لتصنيع السيارات الصغيرة والسيارات الثقيلة أيضا. تم إنشائها سنة 1927 واعتبرت رائدة السلامة بالسيارات، علما أنه اسم فولفو باللاتينية معناه أنا أتدحرج. عرض الحزام لأول مرة بالسيارات الأمريكية عام 1947، وبعام 1956 وفرت شركة فورد الحزام بالسيارات اللي راح تنباع داخل أمريكا، وبعام 1964 صار الحزام صفة قياسية للسيارات الأمريكية. أما بعام 1966 صار الحزام الخلفي قياسي أيضا، وبعام 1967 صار الحزام الأمامي إلزامي، وراها بسنتين بعام 1968 تحديدا صار حزام الكتف أيضا إلزامي. أما أنواع الأحزمة فهي متنوعة، منها حزام ذو النطاقين أو النقطتين، وهو حزام يثبت بجسم المركبات بطرفي النهاية للحزام، وكذلك حزام الخصر وهو حزام قابل للتعديل يربط حول الخصر، فكان أكثر الأنواع شيوعا بالسيارات القديمة قبل صدور قوانين تجبر صناع السيارات بتركيب أحزمة ثلاثية النقاط. طبعا لغاية الآن ما زال حزام الخصر موجود في بعض الحافلات ويستعمل أيضا بمقاعد الطيارات. أما هناك نوع آخر من الأحزمة هو حزام ثلاثي النقاط، هو حزام موجود بالسيارات الحديثة. طبعا هو حزام مفصل على شكل حرف واي بالإنجليزية، يماثل بالشكل أحزمة الخصر والكتف المنفصلة، لكن يندمج الحزامين بحزام واحد. هنا راح تتركز قوة رد الفعل بهذا الشكل على 3 نقاط. يتشابه هذا التشكيل ويا أحزمة الخصر والكتف منفصلة بأنه هو يساعد على تشتيت طاقة الجسم المتحرك في حالة تصادم على الصدر والحوض والأكتاف أيضا. وطبعا فولفو قدمت أول إنتاج من الأحزمة الثلاثية النقاط عام 1959. كانت أول سيارة تصدر بحزام ثلاثي النقاط هي فولفو بي في 544. طبعا بعد ذلك كان أول طراز للسيارات بخاصية حزام الأمان ثلاثي النقاط كبند قياسي بطرازه هي فولفو 122 لسنة 1959. أما فكرة تطوير حزام الأمان ثلاثي النقاط تعود إلى نيلز بوهلين اللي كان يعمل بأبحاث حول مقاعد الطرد بالمركبات بشركة ساب. بعدها قامت فولفو بجعل براءة اختراع وتصميم أحزمة الأمان الجديدة مفتوحة ومتاحة لشركات صناعة السيارات الأخرى مجانا، طبعا كل هذا لصالح أمان الراكب. هناك نوع آخر من الأحزمة هو حزام الأمان المدمج بالمقعد، وهو حزام أمان هم يكون ثلاثي النقاط، لكن حزام الكتف بهذا التشكيل راح يكون مثبت بالمقعد نفسه وهو بهيكل السيارة، لكن بعد فترة من تصنيعه بأمريكا وصلت وحدة من شركات السيارات إلى تقييم أداء هذه الأحزمة. إيش لقت أنه أحزمة الأمان ثلاثية النقاط والمركبات كوحدة واحدة مع المقعد راح توفر حماية أفضل للراكب اللي يكون حجمه أصغر، على الرغم من أنه هي ما تسوي تحسن ملحوظ بأداء السلامة للمركبات المزودة بالأحزمة المدمجة بالمقعد، مقابل النوع الآخر اللي يكون مثبت بجسم السيارة. بالنتيجة أكو أنواع هواية من الأحزمة الأمان، وخصوصا بعد التطور الهائل اللي صار بتصنيع السيارات. أكو أحزمة من 4 نقاط يتم استخدامها بالسيارات السباق، وأيضا أكو من 5 نقاط ووصلت حتى ل7 نقاط. كل هذه الابتكارات تسعى بالنهاية إلى الحفاظ على حياة الإنسان، لكن للأسف في بعض البلدان ما يديرون بال لهذا الحزام بكونه يحافظ على حياة الإنسان من الموت أو من الإصابات المؤثرة اللي تحصل جراء حوادث الطرق. طبعا أكيد أمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع. إلى اللقاء.